طبعا هذا القصر عمره تجاوز 450 سنة. إذا سمحت لي فيصل زميلي سلطان الشيد المصور لو يعطينا بس لمحة سريعة عبر الكاميرا. طبعا هذا القصر فيصل طبعا كما ذكرت طبعا يعد يعني من المعالم التراثية التي لا تزال تنبض بالحياة وتستهوي الزوار من دول الخليج العربية. يعني يمكن اللي يعطينا الفكرة الأكثر عن هذا القصر هو الأستاذ طبعا مطرف بن فهد انتيفاتو رئيس مركز الهدار. الله يعطيكم العافية أبو فهد ما شاء الله. المكان جميل، المكان جميل صراحة، بس أعتقد أنه يحتاج إلى شوية اهتمام. أول شيء نحتاج فكرة عامة عن هذا القصر. أهلا بك أخوي خالد وجميع زملائك قناة الإخبارية مؤقرة. القصر عبارة عن قصر مسمى قصر صبحة. قصر صبحة عائدة ملكيته لقبيلة